هو تسليط الضوء والتعريف بقضية اللي أصبحت حديث العام والخاص، وهي قضية دوار القلوشة، واللي مع الأسف أن بعض المنابر الإعلامية اللي بغات تركب عليها وبغاو يغيروا المسار الحقيقي، أو اللي عندهم نوايا سيئة ولا اللي عندهم أهداف شخصية باغيين يركبوا على هذا الملف للتعريف بقضية سكان دوار القلوشة ولتنوير الرأي المحلي والوطني. فقضية دوار القلوشة كما يعرف الجميع هي تندرج في إطار محاربة السكن غير اللائق، بحيث أنه تم توقيع اتفاقية ما بين جماعة الدار البيضاء ومقاطعة الحي الحسني وإدمان السكن وعمالة الحي الحسني والولاية، من مفادها الترخيص لمنعش عقاري ببناء خارج المدار الحضاري، بالمقابل تخصيص تجزئة لإعادة إيواء سكان دوار القلوشة. وبعد انطلاق هذه العملية التي تشرف عليها السيدة العاملة شخصيا، فوجئ الجميع ببعض الأشخاص الغرباء عن الحي الذين يحاولون الغوص في الماء العكر للتشويش على تنفيذ مضمون الاتفاقية، والهدف هو أهداف شخصية، يعني محاولة الاستفادة من هذه التجزئة. اليوم بعد أشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة لا بدوار القلوشة لا من بعيد ولا من قريب ولا حتى بالمؤسسات، يروجون إشاعات مغلوطة بالترامي على عقارات الغير إلى آخر إلى غير ذلك. والواقع أن هذه كلها ادعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. فالتجزئة هي مخصصة لقاطني دور الصفيح، ولا يحق لأي كان خارج لائحة سكان دوار القلوشة أن يستفيد من هذه التجزئة. وشكرا.